حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه دايما يا رب. فيديو النهارده مختلف. انا مش هقص فيه حاجه ولا هخيط فيه حاجه، بس انا عايزه اقول لكم ازاي تعرفي للمبتدئين او غير المبتدئين ان انت في اقل وقت تعملي اكتر من حاجه، اكتر من بلوزه، يعني تقصيها وتشتغليها ممكن في وقت قليل بنفس المقاسات. لما تكون نفس الشخصيه جايبه لك كذا حته كده، زي ما انا قدامكم هنا كذا حته قماشه، وادي هنا قماشه هي لسه مفروضه وقماشه هنا مقصوصه، فعايزاهم كلهم شكل واحد، وهي طبعا نفس الشخصيه مقاس واحد. فبنعمل ايه؟ انا بقص الاول واحده اهي، اهي بقصها على المقاسات وكل العلامات بتاعتها، بس هستعملها كباترون. بعد كده وانا باجي افرد القماش اللي هي القطعه الثانيه، اجي افرشها كده واروح انا مظبطه نفس المسافات كده اهي. حتى برضك ممكن لو عايزه تطولي شويه عن مقاس ماشي، يعني لو هي المقاسات واحده بس اطوال مختلفه برضك ايه يبقى ماشي معاكي، ان انت برضك هتبقى ايه نفس المقاسات هي بس هتزودي من هنا المسافه اللي انت عايزه تطوليها بس اهو. وبرضك هنا هوريكم ازاي طريقه التحشيق او طريقه الايد والرجل، هي برضك بظبط كده القماش. طبعا ما انا طريقه بقى الايد والرجل انا عملت كده الكتف من هنا، وفي الديل هنا الديل بتاع البلوزه، وقلت لكم في كذا فيديو ان انا ببقى قاصده اعمل، معلش النور قطع وانا بسجل. فانا بقول لكم انا ببقى قاصده ان انا اعمل الكتاف والصدر من فوق من الاتجاه دون، من هو مش من على الطرف، من نص القماشه، عشان يبقى هنا في مجال ان انا اعمل الجزء الخلف منها اللي هو طريقه التعشيق او طريقه الايد ورجل. ليه؟ زي ما بيقولوا ايه، راس في رجل، راس في رجل، هنا راس في رجلها، يعني ده بيسموها، يعني في كل واحد له المسميات بتاعته. تمام. ادي اول حاجه معلومه، او تاني معلومه اللي انا بقول لكم. اول حاجه اللي هي توفير الوقت، ثانيا ان انت ازاي تعشقي القماش او تعمليه بطريقه الايد ورجل، وتقعدي برده تزحزحي القماش اللي هو من هنا ده كده اهو، اللي تقعدي تزحزحي لغايه لما تجيبي الاثنين قصاد بعض، الضيق مع الضيق هنا اهي، لو لقيت هنا في مسافه وهنا في مسافه اهي زي دي مثلا بتاع سنتي، اروح انا مزحزحها كده لحد ما ايه تيجي بالظبط. ده بيوفر في القماش جامد جدا. تمام. ادي هنا، ودي طريقه ايه زي ما قلت لكم طريقه الايد والرجل. بس برضك لازم تراعي كذا حاجه في القماش اللي انت بتعمليه، يعني هنا قماشه دي زي كريب، والقماشه اللي تحت منها دي كريب، فالاتنين مع بعض ما تجيش واحده مثلا كتان زي ده كده، ده كتان. انا طبعا زي ما انتم شايفين كده القماشه انا بلتها عشان بتكش، ما اجيش اعمل نفس المقاس ده على دون وبعد كده تكش، يبقى في اختلاف في المقاسات او كده، او طريقه لو قماشه بتمط، يعني ما اجيش يبقى نفس الاتجاه بعمله. يعني هقول لكم حاجه، في قماشه اللي هي الرب دي بتجبرني ان انا اعملها باتجاه معين. ليه؟ عشان الخطوط هتبقى بالطول، واللكره بتاعتها برضك ايه بالطول. فعشان كده بيبقى في كل حسب قماشه لازم تتعاملي معاها، ولو هتعملي كذا قماشه على بعض كده يبقى نفس الخامه ونفس المقاسات، نفس العرض بتاع القماش يكون واحد. يعني هنا القماش واحد، انا عامله هنا المرض اهو، وهنا برضو نفس المرض دي نفس مقاس المرض اهو، ولازم تظبطي ايديكي كويس جدا اهي كده قبل ما تقصي. هنا دي طريقه المصانع يا جماعه، دي طريقه المصانع، بيعشقوا كده القماش مع بعض. يعني هما لو عندهم مثلا نص الياقه ولا حاجه وعايزين يعملوها مثلا بيشغلوا لك برضو الاجزاء الفاضيه دي، بيشغلوا لك هنا مثلا في الجزء الفاضي ده كده بيحطوا لك مثلا الياقه، هنا بيعملوا لك الكم بيعملوه لك بالمفتوح. عشان ايه؟ عشان يبقى ياخد مسافه الاثنين مع بعض ويعشقوا القماش مع بعض. دي طريقه المصانع، وبرضو طريقه اللي هو توفير القماش والوقت كمان. نفس الوضع ده برضك مع المناطيل، لو عايز تعملي منطلون وكذا منطلون ووقت برضك واحد، مش تعملي مثلا اول منطلون او اول بلوزه تروحي تشطبيها وتخلصيها وبعد كده تعملي تانية، لا دي توفر لك الوقت بتاعك. والفيديو ده يعتبر للمبتدئين يا جماعه، للمبتدئين او لسه بقالهم فتره بسيطه في الخياطه،
وعايزين يعملوا كذا حته مع بعض عشان ينظموا وقتهم، فدي الطريقه سهله جدا وكويسه جدا. وزي ما انتم عارفين انا القناه عندي او انا بحاول ابسط لكم المواضيع، يعني حتى لو هتلاقوا على الفيديوهات عندي هتلاقي كل ما هو سهل، يعني كل الحاجات اللي هي سهله وما تتلخبطوش فيها. انما الفساتين اللي هي بتبقى سواريهات فيها حاجات صعبه انا ممكن بحط صورها بس. ليه؟ لان انا مش ناقصه ان انا يعني اصعب لكم الامور. تمام. في قنوات تانية بتعمل نفس الموضوع اللي انا بقولكم عليه ده، فمش هيبقى كل القنوات بتدي حاجات صعبه على الشاشه على اليوتيوب، لا بوريكم الحاجات البسيطه. ودلوقتي هوريكم وانا بقص ازاي وهي على القماش كده. طبعا انا قلت ان انا مش هقص في اول فيديو، يعني مش هقص قدامكم. انا الفيديو دون يعني فريد من نوع ان هو معلومات بس انا برضو قلت ايه اقص واوريكم ازاي القص وهو انا معشقه القماش بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. والقماشه دي كريب. عايزه اقول لكم الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله قصيت الحتتين اللي هما العسلي والرصاصي، كانت قماشتين سيئين، بالذات الرصاصي اولا كش جدا، زائد ان هو العسلي اتقصت كويس، وجيت احطها على الرصاصي قصيت اول جزء، وبعد كده لقيت القماشه منها ملوحه ما قضيتش الكمام، يا اما اعمل تعديل في الظهر بتاع الشميز. ان شاء الله برضو هوريه لكم كده. تمام. نرجع بس ايه للفيديو بتاعنا اللي احنا بنعمله عشان اوريكم القماشه بتفرق ازاي من قماشه للتانية، بيفرق قوي. دلوقتي احنا بنفصل الخلف اهو بنقصه، وازاي فصلنا القطعتين عن بعض اللي هي الامام والخلف بطريقه كويسه. تمام. وكمان لتوفير الوقت زي ما قلت لكم الباقي من القماش ده احنا بنعمله الكم. وبرضك في طريقه تانية ان انا ممكن في ناس بتعملوا الكم بنطبقه كله على بعضه الاربع طبقات كامله، وفي بيعملوا على قد الكم كده زي ما انتم شايفين، وانا اوضح لكم دلوقتي بالشرح الوافي. هنا برضو في حركه ان انا اول ما عملت تانية القماش من الناحيه المفتوحه اللي هي البورسون. ليه؟ ما في ناس بتقولك تعملها من هنا او تعمله كله على بعض وبعد كده تاخد المسافه وتهدر المنطقه دي. لا انا باخدها من عند البورسون من هنا، البورسون باخده على قد المسافه الكم عشان هقدر استفيد من هنا. هطلع الكمام الاساور، الكمام دي هطلع الاساور والنص الياء او الياء، او لو هي عايزه حزام فده كله هيطلع من الجزء ده كده، وهتبقى ايه المسافه مظبوطه. الحاجات القصايص الصغيره دي بتطلع منها حاجات برضو بتفيد. الكتان ده بقى انا سبتهم عشان هعملهم برضو بنفس الطريقه مع بعض. هعمل حته واحده الاول وبعدين اعمل ده على ده كباترون، نفس اللي حصل ده بالظبط. تمام. يعني كده كذا حاجه اللي انا قلت لكم ان هي لازم خامه القماش تبقى الاتنين زي بعض عشان تعملي الطريقه اللي انا بعملها، اللي هي طريقه اللي انا بعمل اول قصه كباترون وتوفر لي القماش وتوفر لي كمان الوقت بتاعي. وبرده وريتك طريقه الايد ورجل او طريقه تعشيق القماش او القصه مع بعضها. يا رب يكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.